السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا وصفة دجاج الكاتسو. طبعا الوصفة هي يابانية ومن عالم الأنمي. اللي يتفرج أفلام أنمي القديمة فاكرين أنا وأخي حيعرف إيش هذه الوصفة. حبدأ أول شي ببصل، حنقطعه شرايح أو مكعبات زي ما انتم حابين، ورح نكشنوه في شوية زيت. وطبعا هذه الوصفة فيها مقادير تقدروا تلعبوا في المقادير أو تغيروا فيها. فهنا حنستخدم التفاح، هذا العنصر هذا أساسي، وراح نستخدم الكاري. في البقايا الكورية أو اليابانية مكعبات الكاري خاصة لهذه الوصفة، أو يكون كاري بهار بودرة. راح نستخدم الماسلة. وهنا راح أحط مكعبين ماجي. طبعا إذا أنتوا عندكم مرقة دجاج أو مرقة لحم عادي تحطوها. وراح نحط عليها كاستين موية حارة. أتوقع زي ما قلت لكم الكاري الخاص بهذه الوصفة بيكون ألذ من الكاري العادي اللي هو الكاري الهندي. فهنا خلاص نحط كاري، طب تقريبا 3 ملاعق كاري وملعقة من بهار الماسلة. وهنا موية حارة كاستين، ونبدأ نذوب مكعبات الماجي. في كمان يعني أوقات يحطوا بطاطس مع التفاح والجزر. طبعا هذه الوصفة أنا حناعمها، إذا ما تبوا تناعموها قطعوا الخضار بطريقة مرتبة شوية وتكون أصغر من اللي أنا قطعتها. هنا الدجاج عندي قسمته قسمين بالنص كذا يعني، ورققته بذا السمك وبهرته بشوية ملح وفلفل أسود. وهنا راح أقطع كمان الجزر زي ما قلت لكم، إذا ما انتوا حابين تناعموا الخليط قطعوا الجزر مكعبات صغيرة ومرتبة. هنا خلاص بعد ما يعني ذبل البصل حطيت التفاح والجزر، ممكن تحطوا بطاطس كمان، بس البطاطس لو بتحطوه في حال انكم ما تناعموا المرقة، يعني تكون المرقة بنفس بالخضار هي كده كاملة مكعبات كاملة. فهنا كملت البهارات، حطيت فلفل أسود وحطيت بصل بودرة وثوم بودرة. طبعا ما في حل والله أجيب ملعقة كذا وأجيب بالملاعق، خلاص كذا بالعلبة بكبرها. فهذه النتيجة ما راضي ينزل معي البهار. فهذا بهار الثوم دائما يصنع زي كذا يعني ما ينزل. وحطيت ملعقة هرد، طبعا يعني قلت خليني بملعقة أحسن لي. حطيت ملعقة هرد، ملعقة صغيرة، وملعقة زنجبيل بودرة صغيرة، وفي نص كاسة موية عادية ما تكون حارة ذوبت ملعقتين نشا. إذا حطيتوا النشا في موية حارة طبعا راح يتكتل معاكم، فأحسن ذوبوه في موية تكون عادية. وراح نحطه بعدين على طول على الخليط ونقلبه لين يتجانسوا تماما. وطبعا أنا هنا في هذه المكونات نسيت عنصر جدا مهم اللي هو الصويا صوص، أبدا لا تنسوه. ونتركهم تقريبا 20 دقيقة على نار هادئة لين يستووا ويتسبك يصير كذا قوامه تقيل. وهنا لتغطية الدجاج حطيت بيضة مع حليب ودقيق وبقسماط البانكو، مرة رهيب ده البقسماط، تقريبا دحين انتشر في كل البقايا تقريبا يعني حتلاقوا، أول زمان بس كان في البقايا الكورية واليابانية. دحين هنا خلاص بعد ما استوت المرقة حبدأ أنعمها بالهاند بلندر. طبعا ما نعمتها 100%، شوية كده فيها قطع خضار واضحة بس ما هي مرة كبيرة. هنا شوفوا حطيت الصويا صوص، طبعا نسيته في البداية بس عادي موضوع. وهنا بديت أقلي الدجاج، قليت الكمية كلها، وراح أبدأ أقدم الطبق. طبعا هنا ما أدري إذا قلت لكم ولا لا، والله نسيت، استخدمت أنا رز بسمتي، بس انتوا استخدموا الرز الياباني أو الكوري اللي يجيكم كذا حبته صغيرة كذا ومتينة كذا منفوخة، مرة ما شاء الله لذيذ. أعتقد ما أدري إذا ما خاب ظني أعتقد اسمه اللوتس، رز اللوتس، والله ماني فاكرة عندي في اللحوم. المهم كذا يكون متين وصغير. هنا شفتوا كيف ما شاء الله، سمعتوا كيف ما شاء الله القرمشة. هنا قطعته بهذه الطريقة. إذا فاكرة أنا وأخي في بعض الحلقات زي كذا يسووا دجاج أو لحم وكذا يقطعوه بهذه الطريقة، مرة شكله شهي وما ياكلوه. وهنا خلاص قدمته، وطبعا حطيت الورقات اللي تحزن عشان التصوير كذا دبلانة.
وصراحة ما شاء الله تبارك الله مرة كان لذيذ، وانتوا كمان جربوه إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، وإذا ما كنتوا مشتركين يا ريت تشتركوا في قناة المتواضعة، وإذا انتوا لهذا الجزء متابعين الفيديو أو كملتوا الفيديو فمرة شكرا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله أنزل لكم فيديوهات تانية، وإذا حابين أي وصفة مثلا من الأنمي أو من الوصفات اليابانية قولوا لي وراح أسوي لكم هي إن شاء الله. ومع السلامة.